السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية كبيرة لكم الكل. كما راكم الزول في اللاون من عند لطفي نحكيو كالعادة لمواضيع من كما يقولوا من كل بستان نقطفوا زهرة. كل خطرة موضوع اجتماعي، موضوع سياسي، موضوع ديني، موضوع تاريخي. اليوم موضوع وطني. حنحكيو شوية على عزة الجزائر والجزائريين. يعني حكاية صرات في وقت ثورة التحرير، كي بدات الثورة تشعل بيان والاستعمار فاق باللي هذا الشعب راهو معول صح على الاستقلال ومعول صح على الجهاد من اجل تحرير الوطن. فجابوا واحد سبيسياليست جنرال من لندوشين، دار الحرب تاع لندوشين، وقال لهم دوك نعطيكم طريقة باش تخوفوا هذا الشعب، باش ترهبوه. جابوا الزعماء، بعدة زعماء، يعني عدة مناطق، عدة ناس كانوا، لموهم في الحبس، حطوهم في الحبس تاع سركاجي، لموهم الكل وحطوهم فوق بعضهم، عمروا الحبس. وجابوا واحد كونداني امور، قالوا لهم كونداني امور دابيتود يجيبوه يتيروا عليه وفضت. لا، قال لهم المره دي ديروا لنا ميزون سين كبيره باش ترعبوهم وتدخلوا في قلوبهم الرعب. فحطوه في الفون خلاه تاع الحبس، وراح يديوه لواحد لاكور في الجهه الاخرى تاع الحبس. تسمى راح يمشي حبس كامل، الكولوار هذاك الطويل يمشي حبس كامل حتى يوصل هذيك المشنقه الفينجا اللي نقولوا احنا اللي تقص الراس، ويحطوه لتما ويقصوا له راسه. فقالوا هما هادي راح ترعبوا، الكولوار هذاك الطويل راح يدخل له الرعب. فالرعب نتاعو هذاك كون يبدا يعيط هو مشني حاب نموت خليوني وعلاه، هذاك الرعب راح يتفرجوه هذوك المساجين كل اللي تما سجناء، كل القضاة اللي كانوا كل راح يشوفوا وراح يدخل في قلبهم الرعب. كانت هذه الخطة. وقال لهم به نزيدوا نرعبوه اكثر، جيبوا له امام يقرا له القران. قال لك خاطر هو مسلم، مسلمين كي تبدا تقرا لهم القران يخي يتاثروا وينوضوا يبكيوا. فقالوا خلي نخلطوا البكيه ديك بالخوف ونقولوا باللي ها جماعه ها واش راح يستنى فيكم. فسينيا وقال لك مشروع رائع. بعد ما جابوا الناس هذوك اللي ليدر هذوك حطوهم في الحبس، وقفوهم الكل وكونداناو واحد امور، حطوه في السيلونه البعيده خلاص. وجاء وقت واليوم اللي راح يخرجوه فيه باش هو ينوض يبكي وينوض يعيط ويحاولهم باش الاخرين يخافوا ويدخل في قلبهم الرعب ويحبسوا الثوره. صح. المشكل ليهم انه لما جاء هذاك الجنرال وجاء هذاك اللي يقرا قران وجاوا دوك لا بوليس ما نعرفش هي باش يديو هذاك الميت هذاك الكونداني مور، لما حلوا الباب تاع السيلونه السيد وقف ثم شافوا في عينيه حاجه مش نورمال. هذه خزره مش تاع واحد خايف. هذاك الجنرال كي شافوا برد، قال واه، قال اللي معاه اللي جابه قال له غير حبس برك الخطه، السيد هذا الخزره تاعو مش معول يبكي. قال له ما قال له دوك يلعبها رجله برك، دوك يمشي شويه في الكولوار وينوض يبكي كي المراه. فالجنرال قال له ما ظهر ليش. فحكموه زوز دوك لا بوليس وبقاو ماشيين به. فهما ماشيين به يستناو فيه يبكي، والسيد يقول له اقرا القران والاخر يقرا غير ايات العذاب. فيستناو فذاك المجاهد يبكي. فجاتهم حاجه ما كانش يتصورها خلاص. نون سولمون ما بكاش، ناضي يعيط في الكولوار الله اكبر الله اكبر، تحيا الجزائر تحيا الجزائر. حاروا واش صار هذا جماعه، السيد راح يموت. وناضوا خرجوا الناس كلها دوك في الحبس، الله اكبر الله اكبر تحيا الجزائر. والسيد رايح وفرحان تحيا الجزائر، ايش المجد لشهدائنا الابرار. وماشي سيد فرحان وين رايح للموت. فسبحان الله هذوك الناس اللي حابين يدخلوا الرعب راحوا زادوا قلبوا الآية يا جماعة. والشعب كل الناس اللي كانوا تم زادوا حماس أكثر للتضحية وحماس أكثر للوطن. وهو ماشي الله أكبر الله أكبر. والإمام هذاك اللي جابوه له يقول له ولدي ما تخافش ما تخافش، يقول له خاف على روحك يا بابا خاف على روحك، أنني راح نموت شهيد، أنت أقرأ على روحك القرآن. ويدخل في ذاك الكولوار ويعيط الله أكبر الله أكبر. ومن الجبن تحم في البيت يقول لهم الجنرال اضربوا له كسروا له رجليه باه يطيح ويبانك شغل مش شحاب. فقال لك هما يضربوا هو مازال واقف، يضربوا فوصلوا مسكين فحطوه
فهبطت الفينقة ديك وقصت له راسه، وناس عيطوا الله أكبر الله أكبر، تحيا الجزائر تحيا الجزائر. وفهموا باللي هذا الشعب مش خواف، وهذا الشعب لكن حاب تضره ما كان لها ترهبوا. فكانت قصة هدية تاع الكوندانيا مور، وقصة عزة اللي يفتخروا بها كل الجزائريين. إن شاء الله غدوة نروحوا في قصة واحدة أخرى وفي عبرة واحدة أخرى.